بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. اليوم سوف نتحدث في أمور هامة، في حلقة مهمة جدا، وعن المجاهرة بالمعصية. بمعنى أن الشخص يفعل الأمر ويستره الله سبحانه وتعالى، وهو يطلع يفضح نفسه أو يتكلم على الشيء اللي هو عمله. وطبعا الشيء اللي هو عمله ممكن يكون كبيرة من ضمن الكبائر، وبيطلع يتفاخر بيها بينه وبين اصحابه او بينه وبين الشباب. طبعا هيكون معايا فضيلة الشيخ حسين، باذن الله هيتحدث معانا في الموضوع ده، ونحاول نوصل رسالة المجاهرة بالمعصية، ويكون يعني حسابها ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. اتفضل يا فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. صلى الله عليه وسلم. حقيقة موضوع مهم جدا زاد عن حده، ألا وهو الافتخار بالمعصية أو المجاهرة بالمعصية. سواء قاعدة بنت أو ست مع النساء تفتخر عليهم إنها فعلا، أو قاعد شباب مع أصحابه ويفتخر معاهم إنه فعل المعصية، أو واحد يعني نفسه كده حس إنه هو مقصر في حق ربنا، فراح لواحد شيخ علشان يقول له أنا عملت وأنا سويت. الحقيقة الإسلام لم يأمر بكل هذا، وإنما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كان سيدنا أبو بكر يقول: إني آخذ الرجل قد شرب وأريد أن أقيم عليه الحد وأتمنى ستر الله عليه، وقد سرق وأتمنى ستر الله عليه. بل رجل يسمى شرحبيل بن الصمت كان على جيش المسلمين أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فبيقول للجيش اللي معاه: أنكم نزلتم بأرض فيها نساء وشراب، فمن أصاب منكم شيء من هذا فليأتنا لنطهره. يعني لو واحد فيكم والعياذ بالله شرب خمر أو زنى يعرفنا علشان نطهره أي نقيم عليه الحد. فبلغ ذلك سيدنا عمر فقال: لا أم لك، أتريد أن تهتك ستر الله الذي ستره عليهم؟ يعني عايز يقول له واحد عمل معصية يستر على نفسه. حتى لما يجي واحد لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، لقد قابلت امرأة في الطريق فمسستها دون أن أواقعها، يعني استمتع فيها معها كل استمتاع ما عدا الجماع. فسيدنا عمر قام وقال له: لقد سترك الله وفضحت نفسك. فأعرض عنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقام الرجل ومشى. فسيدنا النبي أمر واحد من الصحابة يلحق الرجل، ثم عاد إليه فقال الحبيب أو تلا عليه قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. العلماء هنا بيقولوا لسيدنا النبي مش استفسر منه وقال له أنت فعلت كذا وفعلت كذا، ولكنه أعرض عنه. الراجل بيقول له فعلت كذا وكذا فأعرض، فسيدنا عمر بيقول له سترك الله وفضحت نفسك. فالراجل انحرج وقام مشي. ليحجوا واحد من الصحابة قال: عد إلى رسول الله، فتلا عليه النبي الآية. واحد من الصحابة قال: أله خاصة أم لنا عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة، أو بل للناس كافة، يعني كل من فعل ذنبا عليه. شوف سيدنا النبي يقول: من فعل ذنبا ثم قام وتوضأ وصلى لله ركعتين إلا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. واحد قام عمل ذنب، بدل ما يروح يقول طبعا احنا مش الحمد لله لا عندنا كرسي اعتراف ولا عندنا صكوك غفران ولا عندنا معابد مش عارف بنعمل فيها ايه، ولكن سبحان الله ابليس قال لربنا لما وعد ربنا ان هو هيضل الناس، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ابليس اتأدب مع ربنا في الآية دي، ما جابش سيرة الفوق ولا سيرة التحتية، لأن الجهاد بالنسبة للإنسان ست: أمام خلف يمين شمال فوق تحت. هو ما قالش ومن فوقهم ومن تحتهم. ليه؟
لأن جهة التحتية جهة السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وجهة الفوقية جهة صعود الدعاء. فإن خرج الدعاء من قلب كثير، قلب نادم، قلب تائب، قلب يتمنى أن يرضى الله عنه، ثم صعدت الدعوة، لا يحجب رحمة الله أحد عن خلقه. سبحان الله. عشان كده الإنسان فينا أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، يسيب الشيخ ويسيب البرنامج اللي بيتصل على التلفزيون ويسيب أي حد يقعد معاه عشان يعني يثق فيه عشان يحكي له همه ويرفع أكف الضراعة إلى الله حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى يغفر للعبد إذا أذنب العبد ذنبا ثم قال رباه غفر الله عز وجل له. المهم الندم في حد ذاته توبة. لكن أنشر للناس، بعض النساء يقعدوا مع بعض يفتخروا بالمعصية، أو تقعد مثلا تقول لواحد أكبر منها. دايما النساء ساعة الغضب تفشي السر وتقول حرصي من صحباتك، صاحب الناس وعامل ناس كويس وعامل ناس ما يرضي الله، ولكن سرك بينك وبين مين؟ وبين ربنا. أذنبت ذنبا، واحدة يعني كده في ساعة رضا بتقول لزوجها أنا عملت وسويت، لا اكتمي على نفسك لأن الذي ستراك مين؟ الله. إذا كان سيدنا أبو هريرة بيقول من أبرد ذنب عبد أبرد عليه خطيئته، يعني إيه؟ يعني نسيها عشان الناس تنساها. قال لك فكأنما أحيا موؤودة. شوف سبحان الله العلي العظيم. طيب سيدة عائشة واحدة راحت قالت لها أنا كنت في المناسك وفي كريا ده يعني ايه، بتقول اني بعمل مناسك، ففي واحد بيأجر الايه الجمل او بيأجر الفرس او بيأجر الحمار بتاعه عزكم الله، اللي هو بيحمل عليه الناس، يعني اللي هو المواصلات اللي بنسميها زي المواصلات النهارده. فتقول فاخذ الرجل بساقي. شوف سيدة عائشة مش قالت له وبعدين، لا، سيدة عائشة قالت لها حجرا 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 سترا، يعني هذا حرام لا يجوز. خلي بالك يا معشر النساء إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن الناس به، ولكن لتتب إلى الله وتستغفر، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون والله يغير ولا يعير. ربنا أمرنا بالستر. لكن حينما يأتي إنسان وللأسف الشديد يفتخر بين الناس بالمعصية، لذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا الستر، وعلمنا بأن الذي يجاهر بالمعصية هو من أعظم الناس وزرا يوم القيامة. ويعني سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني علمنا بأن الله يغفر لكل إنسان إلا المجاهر، ومن المجاهرة أن يفعل الإنسان ذنبا بالليل بات يستره الله ثم يقوم هو فيفضح نفسه بين الناس. لذلك أمرنا ربنا عز وجل بالستر. بدل ما تروح لإمام مسجد، بدل ما تروح لواحد على التلفزيون عشان برنامج شغال ويتصل به الإنسان ولا الست تتصل وفضيحة وجرس وكلام، لا، استر على نفسك حتى يستر الله عز وجل عليك. استر على نفسك ليسترك الله. طب هقول لك على حاجة نختم بيها. سيدنا النبي كان في واحد اسمه ماعز كان فعل هذا الذنب مع واحدة اسمها الغامدية، والقصة مشهورة جدا. ماعز حكى لواحد اسمه هذان قال له لا ما ينفعش، لازم تروح للنبي علشان يقيم عليك الحد علشان يطهرك. فخدوا من ايده وراح لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا النبي محمد بص لهذال وقال له ايه؟ مش قال له شكرا كتر لي بخيرك تعالى احنا لازم نقيم عليك الحد. النبي قاعد يقول له لعلك فاخذت، لعلك قبلت، لعلك لمست. يعني ايه؟ ان عمال عشان يغير في كلمه، عشان يغير. خلي بالك لان سيدنا النبي كان يحب الستر، ولذلك ربنا بيقول ايه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، ما لهم دول يا رب؟ لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. طب في الدنيا ازاي؟ الناس تنبذ باعينها، الناس تكرهه وتحتقره فيصبح منبوذا بين الناس ويحس في نفسه انه صغير. ده عذاب في حد ذاته، يحس في نفسه انه صغير بين الناس أليم في الدنيا. وطبعا من اهل العلم من قال العذاب الاليم لو قمت الحد عليه، لان سبحان الله الانسان اللي بيفضح في الناس ده قذف محصنه ان يرجم او قصدي يجلد 80 جلده ولا تقبل له شهاده. خلي بالك في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. علشان كده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بص للرجل يقول له لعلك فاخذت، لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، ويقول له لا يا رسول الله لقد زنيت. خلي بالك سيدنا النبي بص لهذا اللي هو جابه صاحبه اللي اقنعه انه يجي يعترف للنبي، قال لو سترتهما بثوبك كان خيرا لك. شفت انت الجمال؟ مش عايز يقول له انت كتر عليك خيرك انت جبت حد نقيم عليه حد، لكن قال له استر. ولذلك بعض الناس يقول اني بشوف فلانه بتعمل وبتسوي، فلانه
وانا مش عارف اتصرف ازاي، عايز اكلم جوزها، عايز اقول لها ربنا امرنا بالستر. انت لو هتعرف تنصح حد انصحه، مش هتعرف تنصح حد استر على الناس، لان من ستر مسلما ستره الله. طب ستر مسلما ستره الله يعني ايه؟ يعني حضرتك ربنا يبارك في عمرك ويزيدك بالستر والعافيه والصحه. لو انت دلوقتي يعني هستر عليك من ايه؟ مفيش حاجه ان انا استر عليك. اذا الستر لا يكون الا على مين؟ على مذنب. فان سترته سترك الله، وان فضحته فضحك الله. طب ان سترت نفسك ادعو الله واستغفر حتى يغفر الله عز وجل لك، لان الناس يعيرون ولا يغيرون. اما ان فضحت نفسك فمن باب اولى سيفضحك الناس في الدنيا وفي الاخره. نسال الله الستر، نسال الله الستر، نسال الله الستر في الدنيا وفي الاخره. بارك الله فيك يا عم الشيخ. وطبعا احنا بنوصل الرساله ديت لاي حد بيتفخر او بيتجاهر بالمعصيه. اكتم السر اللي انت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، طالما هو سترك انت ما تفضحش نفسك، واذا فضحت نفسك طبعا لك عذاب عند ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا بنشكر فضيله الشيخ، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك يا رب. ونشكر كل القائمين على هذه القناه وكل اللي بيتابعونا وكل اللي بيشاهدونا. بنشكرهم طبعا لانهم احنا طبعا بنوصل برنامج دين، وطبعا بنوصل رساله النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع، عشان يعني نرتقي بالمجتمع الاسلامي ونرتقي بالدين، ونكون يعني قدوه حسنه لسيدنا محمد في هذا العصر. وطبعا ان شاء الله لنا لقاءات اخرى مع طبعا شيوخنا الكرام اللي بيشجعونا طبعا ان احنا نقدم المحتوى الجميل ده. وربنا يبارك معاك، سامحنا، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك. وفي نهايه اللقاء بنشكر فضيله الشيخ حسين علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.